مواليد برج الميزان، أهلا وسهلا بكم في هذه القراءة لمعرفة التبشيرات والتحذيرات. يا برج الميزان، عندك مخاوف أو تفكير زائد في مسألة حمل أو ولادة أو رزق. إذا كنت امرأة فممكن يعني تكونين عندك هموم بهذه المسألة، أو إذا ما متزوجة ممكن مسألة رزق مثلا، وإذا رجل ممكن أيضا مسألة حمل زوجته مثلا. فاخذوا المعنى حسب حالتكم. تمام. أيضا يا برج الميزان، أنت حاليا شخص في يعني صاير بوجه كأنما بوضعية الدفاع، يعني جيد، عندك قوة وإصرار وتدافع. ممكن أنت تدافع عن نفسك أو تدافع عن دراستك، أو يعني تثابر. إذا كنت طالب ممكن تثابر بالدراسة، أو إذا كنت فأنت يعني تحرصين على دراسة أولادك. تمام. فعندك إصرار، أو أنت كنت يعني بوضعية يعني المدافع، لأنه الظاهر في أناس مثلا ممكن يضايقونك، فأنت مثل كأنما تدافع على نفسك يا برج الميزان. برج الميزان، أنت في وضعية مثل المعلم، سواء كنت معلم أو كنت مثل ربة بيت. تمام. أو كنت رجل، ممكن تكون أيضا في مجال، طبعا القراءة هي المتابعيني زين، وليس لجميع مواليد برج الميزان، فقط لمتابعيني. فإذا حبيت أنه تنطبق عليك القراءة لازم تتابعني حتى تنطبق، لأن تطلع لي الأحداث الخاصة بمتابعيني. تمام. فممكن أنه تكون أنت يعني في مجال الطاقة مثلا، أو أمور يخص التأملات، تكون يعني كأنما تعطي دورات حاليا، أو الوقت مناسب لهذا الشيء، أو تكون مثلا محتاج إلى أنه تدعي من رب العالمين، أو أنه إشارة أنه لازم تعمل التأمل. طبعا التأمل يظهر لي تقريبا كل الأبراج ده يظهر التأمل جدا مفيد وفعال لتغيير الحياة وتحسين أمور الحياة. تمام يا برج الميزان، قلنا أنت بوضعية يعني المدافع، أو اللي ممكن يعني تريد تحصل فرصة، سواء كنت ذكر أو أنثى، نفس المواجهة. تمام. سواء كنت ذكر أو أنثى، سبحان الله، نفس المواجهة. احذر من التوابع، اسمع سورة البقرة. تمام. حتى أنه تتخلص من هذه التوابع. يا برج الميزان، أيضا عندك أمور سابقة مأثرة عليك حاليا. تمام. أمور أو مشكلة سابقة مأثرة عليك، أثرت هذه المشكلة على دراستك، أثرت على أو مثل إذا كنت أثرت على دراسة أولادك، أو مثل إذا كان مشروع أو عمل أيضا أثرت عليكم هذه المشكلة. تمام. كأنما صارت مشاكل بهذه يعني بفترة سابقا أثرت على أمور حياتكم. تمام يا برج الميزان، رغم يعني أنه أنت إنسان طيب دائما تساعد الناس، وإنسان يعني كريم، لكن سبحان الله في من يؤذيك أو يسعى مثل لأذيتك، أو يسعى يعني حتى يأثر على بيتك للأسف، رغم أنه أنت إنسان طيب، لكن ما أدري ليش أنه يسعى لأذيتك. وجود امرأة مؤذية يعني تحاول تأذي بيتك للأسف، تحاول أنه يعني لتحطيم، للأسف أنه أقول هذه الكلمة، ما أحب أقولها، لكن هذا اللي يظهر لي. تمام. لكن أنت يعني رغم هذا في مواجهتهم كلهم، يعني في مواجهة كل شخص يريد مثل يأذيك، قلت لك أنت في وضع يعني المواجهة،
اكو اشخاص او يعني افراد كأنما يحاربونك، كأنما مثلا يواجهونك انت، لكن انت مواجههم كلهم مواجههم بشجاعة. تمام. رغم قلت لك انت انسان طيب ومحب يعني للخير، لكن للأسف هذا حال يعني المجتمع او من حولك، هذا اللي خلاك تبتعد يا برج الميزان، تبتعد عن الجميع وتعتزل نفسك وتنشغل بنفسك. وهذا الانشغال او الاعتزال كثير راح يفيدك، يعني اعتزال هؤلاء الاشخاص كثير راح يفيدك، وممكن ايضا يسبب لك او يؤدي الى ارتياحك او تحسين رزقك. يعني ابتعادك عن الناس يعني عمن حولك، ابتعادك عن عمن حولك مفيد في تحسين حياتك وارتياحك وراحتك النفسية يا برج الميزان. عندك رزق قادم بإذن الله، أشوف رزق حصولك على مبلغ أو رزق قادم زين، يعني تحصل تمسكه بإيدك. تمام يا برج الميزان. أيضا يعني أنت مشغول بعملك، مشغول يعني بعملك حاليا، عندك شغل أو ما شابه تأديه. تمام. عندك أيضا من حولك أيضا مثل ما قلت لك يا برج الميزان، من حولك أو المحيطين بك ليسوا عادلين، ما عندهم عدالة، كأنما معميين عن العدالة، ما يميزون بين الحق والباطل، عندهم كله سواء، زين، ما يشوفون الحقيقة. هؤلاء صفات اللي حولك يا برج الميزان. فهذا مسبب لك مخاوف يا برج الميزان، مسبب لك مخاوف ممن حولك. البعض اللي حولك يظهر لك بصورة غير حقيقته، يعني يظهر لك بصورة عكس ما يخفيه. تمام. وممكن انه اشخاص يعني كأنما انه يعني يتآمرون، او نوع من السحر، اشوف نوع من السحر يا برج الميزان للأسف. وأيضا أنت تخاف من هذه الأمور، أنت تخاف من الأشخاص المتكلمين مثل بوجهين، زين، اللي يظهر لك بشكل وهو حقيقته شكل آخر. لكن أشوف لك فرحة يا برج الميزان، فرحة تفرح بيها، أو مناسبة سعيدة بإذن الله. أيضا يا برج الميزان إن شاء الله الأمور تكون تنقلب لصالحك بإذن رب العالمين، تنقلب صالحك، وهناك فرحة تمام، فرحة قادمة بإذن الله. رغم أكو هموم بالموضوع، وأنت يعني سهران أو ما تنام الليل، أو عندك أرق أو مشاكل عندك، لكن أشوف لك فرحة قادمة، هذا والله أعلم.